تزوير علني في التاريخ ونسب الحضارة المصرية لدول أفريقيا. منصة نتفليكس أثارت الجدل مرة تانية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المرة دي اعتبرها الجمهور والمصريين كارثة بالنسبة ليهم. ده كان بمجرد عرض إعلان فيلم هيتعرض في شهر مايو، وهو فيلم الشخصية الفرعونية الملكة كيلوباترا، لكن هاجم الجمهور الفيلم والقائمين عليه، وده بسبب تزويرهم للحضارة المصرية. لكن يا ترى إيه هي الأزمة الكبيرة اللي سببها الفيلم قبل عرضه؟ نتفليكس قررت عرض سلسلة وثائقية عشان تكشف حياة الملكات الإفريقيات، لكن أخدت شخصية الملكة كيلوباترا من ضمن الشخصيات دي، وكمان هتبدأ بيها السلسلة لأنها أقوى وأشهر امرأة. وبعد عرض البرومو الرسمي للفيلم أثار جدل كبير بين الجمهور، وده بسبب اللي جسدت شخصية الملكة كيلوباترا بنت سمراء، على الرغم من إن الملكة كيلوباترا كانت من أصول يونانية، والبشرة السمراء على عكس تماماً لون بشرة اليونان واللي بيتميزوا بالبشرة البيضاء. وبعد عرض البرومو الرسمي للفيلم طالب الجمهور بإلغاء الفيلم، وتم إنشاء عريضة لإلغاء الفيلم ووقع عليها 40,000 شخص، وده طبعاً لأنه بيشوه الحضارة المصرية واليونانية. وكمان تكون الممثلة اللي هتجسد شخصية كيلوباترا بنت سمراء فدي حركة الأفروسنتريك. وحركة الأفروسنتريك دي عبارة عن أشخاص بيحاولوا بكل الطرق إنهم ينسبوا الحضارة المصرية للأفارقة. ده غير إن الحركة دي بتدعي إن مصر محتلة من عرب وأوروبيين. وقبل الإعلان عن فيلم الملكة كيلوباترا حاول واحد من أعضاء الحركة المشهورين كيفن هارت إنه ينظم حفلة للفيلم في مصر، لكن الحفلة اتلغت بناء على طلب الجمهور، وده لأن كيفن هارت بينتمي لحركة الأفروسنتريك المشبوهة. ده غير الكارثة الأكبر وهي اختيار الممثلة إسرائيلية عشان تجسد دور الملكة كيلوباترا، وده طبعاً حاجة أثارت غضب الشعب المصري كله. وفيلم الملكة كيلوباترا واللي بيتكلم عن قصة حياة كيلوباترا هو فيلم من بطولة الممثلة أدل جيمس، ويعتبر الفيلم انطلاقة كبيرة في مسيرتها المهنية في هوليوود. والفيلم من إنتاج جادا بينكيت سميث زوجة الممثل العالمي ويل سميث، والمفروض إن الفيلم هيتعرض في شهر مايو. لكن هل هيتم عرض الفيلم فعلاً؟ أو هيتم إلغائه بناء على طلب الجمهور؟ To protect herself and her country.